السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن جامعة كفر الشيخ. جامعة كفر الشيخ من أفضل 10 جامعات مصرية قدرت في الفترة الأخيرة إنها تثبت نفسها بين الجامعات. أي حد بيدور على جامعة كويسة يكمل فيها دراسته النظرية والعملية فليه الشرف إنه يكمل في جامعة كفر الشيخ. والمبنى الموجود قدامكم ده مبنى إدارة جامعة كفر الشيخ. استقلت جامعة كفر الشيخ منذ عام 2006، بيدرس بها حوالي 70 ألف طالب تقريبا في 22 كلية، منها كليات الهندسة والزراعة والثروة السمكية والتجارة والعلاج الطبيعي وحقوق، وكمان تربية وطب بشري وطب بيطري وآداب وأسنان وكتير من الكليات. تعتبر جامعة كفر الشيخ من الجامعات صديقة البيئة. هنلاحظ ده في المساحات الخضراء الواسعة الكبيرة الموجودة بين الكليات داخل الجامعة. ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده حاجة آخر جمال. المساحات الكبيرة الواسعة بين الكليات وكمان تنظيم الكليات كده وجمال مبانيها، حاجة كده روعة، حاجة كده بتدي روح جميلة جدا للجامعة وتخلي أي واحد يكون له الشرف إنه يدخل جامعة كفر الشيخ. عايزة أقول كلمتين لأي حد حاول واجتهد وما أرادش ليه ربنا إن هو يدخل كلية من كليات القمة. مش شرط على فكرة تدخل كلية من كليات القمة علشان تثبت وجودك وعلشان تثبت نفسك وعلشان تتفوق وتكون في مرتبة أحسن. بالعكس أنت ممكن تدخل أي كلية من الكليات الموجودة داخل الجامعة، لو تجارة لو زراعة أيا كان الكلية اللي انت دخلتها، بس تتفوق فيها تحبها وتتفوق فيها إن شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمك وهتقدر إنك تثبت وجودك فيها، وهتكون حاجة كويسة جدا وهتكون كمان أفضل من أي حد دخل مثلا طب أو دخل أي كلية من كليات القمة. كلية طب الأسنان بقى إن شاء الله بإذن الله في فيديو هينزل بعد الفيديو ده بإذن الله بكام يوم كده، هيكون في جولة كده بالتفصيل داخل كلية طب أسنان. تمام، هنتكلم عن طب أسنان
بالتفصيل. زي ما انتم شايفين لسه في مباني قيد الإنشاء، لسه في تطور أكتر وأكتر، ودخول كليات جديدة وحاجات جديدة داخل الجامعة. إن شاء الله بإذن الله هتنبهروا في الفترة القادمة. انت عماله تكلمينا كده كتير عن مميزات الجامعه وما كلمتناش عن عيوب الجامعه. عايزه اقول لكم ان الجامعه ان شاء الله ما فيهاش اي عيوب غير عيب واحد بس، هو انك مثلا لو في طب اسنان هتضطر انك تمشي مسافه كبيره جدا داخل الجامعه لغايه لما توصل طب اسنان، فانت لازم تكون سمين شويه علشان تعمل رجيم وتمشي كل يوم فتخس. تمام، يا اما بقى تجيب لك عجله، تجيب لك اي مواصله توصل بيها لغايه الكليه بتاعتك، او تكون نشيط وبتحب المشي. لا مجال لأي حد كسول هنا. زي ما انتوا شفتوا مساحات واسعة كبيرة جدا خضراء بين الكليات، فهتضطروا تمشوا مسافة كبيرة جدا لغاية لما توصلوا للكلية بتاعتكم. وزي ما انتوا كده لاحظتوا، ايوه لاحظتوا صح، لاحظتوا ان ما شاء الله في نظافة في المكان، ففي اهتمام كبير جدا بالنظافة. تحية كبيرة جدا لأي حد ساهم في تطور وإنشاء الجامعة، وإن شاء الله بإذن الله في الفترة القادمة الجامعة هتثبت وجودها أكتر وأكتر، وإن شاء الله بإذن الله هتكون هي نمبر 1 على مستوى الجامعات المصرية. اتمنى جولة النهاردة تكون عجبتكم، وانتظروا ان شاء الله بإذن الله الفيديو القادم عن كلية طب أسنان. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.